من المثير للتعجب إن فنانين كتير يجيلهم البطولة المطلقة أسرع من غيرهم برغم موهبتهم المحدودة، وإن فنان زي طارق لطفي تتأخر عليه البطولة المطلقة لسنين طويلة. ولكن صدقني ده كان أفضل له بدل ما كان يحصل له زي ما حصل لغيره، وهقولك إزاي. ايه؟ ضميرك صاحي فجأة ولا ايه؟ ما تستغربش لما اقولك ان طارق لطفي بيمثل من سنة 84 من ايام مسلسل الاخلاص، وشارك في اعمال انت عارف اسمها حتى لو ما شفتهاش، زي مثلا مسلسل ليالي الحلمية او مسلسل الوصية. وسنة 98 يشارك محمد هنيدي في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، وكلهم يطلعوا من الفيلم ابطال الا هو وفتحي عبد الوهاب. واخدين بالكم؟ فين يا خلف طول النهار؟ وايه الروقان اللي انت فيه ده كله؟ انت ايه ما درتش باللي حصل ولا ايه؟ ويبدأ يشارك طارق لطفي في أعمال كتيرة بأدوار مختلفة. شغل بقى البوتاجاز ونبدأ نسوي الموهبة دي، وعلشان ما تتحرقش نسويها على نار هادية. يتنقل طارق لطفي في الأدوار ما بين السينما والتلفزيون، يعمل مثلا فيلم الحب الأول مع مصطفى قمر، وبعد كده يعمل مسلسل كلمات. وفي سنة 2001 حد يعلي النار شوية على الموهبة على أمل إنها تستوي بسرعة، فيعمل طارق لطفي فيلم اسمه لو كان ده حلم. ولكن طارق لطفي بيرجع يهدي النار تاني ويكمل سوى الموهبة صح، يروح للتلفزيون ويشارك في مسلسل حديث الصباح والمساء، بعد كده مع يسرا في مسلسل ملك روحي، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني في مسلسل الليل واخره، بعد كده يعمل مسلسل الحقيقة والسراب. شايفين السوى الصح اللي يطلع موهبة بجد عالمية. وفي 2005 يعمل مسلسل سارة، اول علامة قوية لأدوار الشر. ولو رحنا للسينما هنلاقي في 2006 انه عمل فيلم عن العشق والهوى. وهنا بقى هناخد بالنا بالفرق ما بين الموهبة اللي بتستوي على نار هادية والموهبة اللي تعلى عليها النار عشان تستوي بسرعة وتبقى بطل. فرق التمثيل ما بين السقا وطارق لطفي يعرفك مين اللي مرتب مشاعره صح وفاهم احساس الشخصية وازاي مشاعر الدور تطلع منظمة. يعني ممكن واحد يقعد يتنطط قدامك ويزعق عشان يبين لك انفعاله، وواحد تاني من ترتيب صوت نفسه بس يقدر يبين لك انفعاله صح. انا عمري ما خنت. لما تبقى بتحب مراتي ده يبقى اسمه ايه؟ نجري بقى شوية ونروح لمسلسل قضية صفية اللي بيثبت لنا طارق لطفي فيه انه اهم ممثل في الجيل الحالي لأدوار الشر. ولو مش مصدقني هقولك ان طارق لطفي قدر يقف قدام محمود عبد العزيز بقدرة مرعبة في اداء دور الشر، وكان في مسلسل جبل الحلال. اصلك صعبان عليا. انت شغال شمال يا ابو هيبه. طارق لطفي مش بس بيعرف يقدم ادوار الشر، ده بيتمزج بانه يدخل في كل شخصيه على حده. كل دور عمله كان ليه جوانب واساليب انفعاليه مختلفه عن التاني. وتيجي سنه 2015 ونقوم نطفي النار على الموهبه اللي بتستوي من سنه 84. اي حاجه تحصل بعد ما اموت مش مهم. ويعمل أول مسلسل بطولة ليه على المستوى اللي يستحقه، وهو مسلسل بعد البداية. ويكمل إبداعه من أدوار من بطولته زي مثلا مسلسل شهادة ميلاد أو مسلسل بين العالمين. وحتى لما رجع عمل أدوار بطولة مشتركة، عمل القاهرة كابول وجزيرة غمام. جزيرة غمام صلاح دينكم من صلاح دنيتكم. شفتوا بقى انه كان من مصلحته تأخر البطولة عليه، وان الموهبة لما بتاخد وقتها الصح في السوى بتطلع لنا فنان متكامل ومتمكن من ادواته. فاكرين بقى فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية؟ هاتولي حد من ابطال الفيلم اللي بقوا ابطال بعد كده بسرعة بنفس اداء وقدرة طارق لطفي ومعاه فتحي عبد الوهاب. بس فتحي عبد الوهاب ليه قصة تانية خالص هنبقى نحكيها بعدين. وكأن كل النجوم اللي شاركوا في الفيلم وطلعوا ابطال بسرعة موهبتهم شاطت وتقريبا اتحرقت. اما طارق لطفي فهو الفنان اللي موهبته استوت على نار هادية. المهم انتوا قولوا لي رأيكم، شايفين فعلا ان من مصلحة طارق لطفي هو تأخر البطولة عليه، ولا كان يستحق البطولة من زمان؟ مستني رأيكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. تعبت قوي قوي وصبرت قوي. والصبر خد بالك اكتر من التعب.